السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. اليوم سافرت برا ديال لاكنو بشي قريبه هاد المدينه لديلي بالطوموبيل شي 4 سوايع. غنحضر واحد العرس كيجي مرات لوسي كتجيها من العائله. غنحضر اليوم العرس ديالها وغادي نخليكم تشوفوا معايا اليوم الشكل ديال لبسه العرس اللي لبست اليوم. كنحاول نوريكم اللباس الهندي ديال الاعراس، كل مره كنوريكم شكل باش تاخذوا هكا فكره. كاين اللباس ديال الساري اللي كيلبسوا الهندوس، وكاين اللباس اللي محترم بحال هاد اللباس اللي لبست اليوم. لبستها بحال هاد الشكل، دايره من الفوق بحال نص كسوه من الفوق، ومن التحت راه ماشي كسوه كامله، راه من التحت راه صايه وكتطلع حتى لتحت شويه، ديال الصدر، وكتجي واليدين ديالها كلهم شبكه. في الحقيقه لبست ليها بودي بيض اللي غيجي مع اللبسه وصباط هندي. لحقاش قلت دابا حضرت بها، قلت نسالي وعاد نديها الخياطه خيط لها الثوبه من تحت هذوك اليدين مباشره. كي درت لواحد الكسوه اخرى حضرت لها في العرس هنا في المدينه. هذا هو الباب ديال العرس. كاينه حقا هذا العرس في فيلاج. هذه هي العروسه كما سبقت قلت لكم. من دابا شويه غادي نتصور معها، ناخذ معها شي تصويرات. كما قلت لكم هذا العرس في فيلاج، هو ماشي فيلاج. كاين الفيلاج اللي ما كيكون فيه لا تواليت لا سميتو بحال الفيلاجات ديالنا، وكاين هذا الفيلاج اللي كيكون كيكون فيه الديور، كيكونوا فيهم الطواليطات، كيكونوا بحال بتيت فيلاج زوين في الحقيقه. ومن هنايا كبيره بزاف، دايرين بحال شكل المنصه متنقله، دايرين على الهواء الطلق. هنايا العيالات ساكن حقرين وما حاطينلهمش بزاف. هنايا هادي كورما وداك تشيكن ماسالا الاكل ديالهم هنايا. ومن بعد حطوا البريانه وواحد الرز حلو. ومن بعد العريس ما كاينش، هو هاد البلاصه ديال العيالات دايرينها صغيره وبلاصه كبيره داير الرجال بالفوطويات وبالكراسه مصاوبين لهم مزيان. هذه هي البلاصه اللي قلت لكم ديال الرجال، صابينها زوينه، داروا لهم البوفي. عاد من بعد مشينا واحد البلاصه فيها السناك، دايرين لهم بلاصه ديال البوفي زوين. داكشي اللي دايرين لهاد البلاصه ديال الرجال. وهاد العرس ديال في الحقيقه ديال العروسه، اما ديال العريس من بعد دارو. حنايا مشينا غير نهار واحد اللي غاد ليه رجعنا، ما عندناش الوقت. راجلي خدام ما لاقش نجلسو كتر باش نحضروا العرس ديال الراجل وديال الحفله ديال الوداع وديال داكشي كامل. هنايا وصل العريس، داروا هذوك المفرقعات في الباب، وهنايا العيالات كيرشوا الورد. انا في الحقيقه ما دخلتش وسطهم، وسط الزحام. الرجال كاينين وسط الزحام، داخلين شي عيالات كرشوا الورد للراجل. قالوا لي هاكي رشي، قلت لهم لا انا ما لاقليش ندخل وسط الرجال وسط داك المعمعه. لصقتها في راجلي بزز باش بغا، قلت لي عافاك صور لي هذاك البلاصه، وعاد صورها ليا. وهذيك البلاصه الطويله هي بلاصه البوفي. راهما هنايا العيالات في الجنب راه كيرشوا الورد على الراجل. وهنايا واحد العاده غريبه كنت باغا نقولها لكم وكنسى. اي عرس بغيت نحضر له كنسى. هنايا هذاك الراجل اللي هاكا اللي هنايا في الجنب لبس واحد قميص بيضاء، هذاك هو خو العروسه. هنايا العريس جالس وهو كيعطيوه سميتو العائله ديال العروسه الهدايا، وكيعطيوهم وكيوكلوه الحلوه. وهذه هي ملي كيديروا هذاك العقد بهذاك الفقير كيعطيونا هذيك الحلوه سميتها لاكدو. هذيك جوج كتحمق عليها مو كتقول لي ملي كنمشي للمربط تقول لي جيبي لي غير هذيك الحلوه. فناه شيشه زوينه، كنتمنى كلكم تذوقوها باش تعرفوا المذاق ديالها. هنايا منين كيفرقوا عليهم كيفرقوا عليه الكادوات وكيعطيوه الحلوه هكا شويه فمو، كيعطيوهم الحلوه فمو. كل واحد شنو كيجيب ليه. هذه كان جبت ليه خاتم ديال وقيله ديال الذهب، لما خفت نكتب حيت ما عقلتش بزاف، حيت هذا الفيديو كنت صورته مع كنت مرضت وحطيته. وهذا العرس في الفيلاج كان قبل بشي 15 يوم. داكشي علاش عرفتي كاين البرد اكثر في الفيلاج وفي هاد المنصه. عرفتي نيشان على الهواء باز لهم اللي لابسين داكشي. عرفتي انا لابسه مخنشه وقتلني البرد.
كما قلت لكم من قبل، هنايا في الهند عندهم واحد القانون في شكل ما انا في الحقيقه ما عجبنيش. هو ماشي قانون، تقاليد، وكنتمنى من هنا لقدام تبدل هاد التقاليد. وهنايا العريس من كيتزوج العروسه هي مسلمين، الهندوس راه زايدين غزره كتار. هنايا في المسلمين اش كيديروا؟ بحال دابا العريس ملي كيتزوج العروسه هو كيعطيها غير المهر والذهب هادشي اللي كيعطيها. اما باين العروسه هو اللي كيأسس ليها الدار كامله بالفراش ديالها وكلشي. حقا العريس الشقه دايرين هاد التقاليد دايره بحال الشكل ديال مصر. حتى مصر كيديروا بحال هاد الشكل، كيكون على العريس غير المهر وكيكون عليه كيقولوا لها هذيك الشبكه، هما هكا بحال كيديروا الذهب وكيكون عليهم الشقه صافي، والباقي كلشي كيأسسوا بين العروسه. داكشي علاش مساكين هذوك المسلمين اللي كيكونوا مثلا ما فحالهمش كتكون عندهم البنت من الصغر كيخزنوا لها مسكينه الفلوس باش منين تكبر وتجوج بحال هكا يأسس ليها كلشي. ناري كيكون واحد العيب كبير على الاب. زعما هاد التقاليد هذا ما عجبتنيش في الحقيقه. هادو كاع العائله ديال العريس هما اللي دايرين هذاك الشيء لاغوزي، ومنين كيدخل بواحد كيعلقوا ليه الناس وكاع هذوك الحضور واحد السلسله كبيره كلها غير فلوس، معلقه غير بالفلوس. اما دابا من نقرب لكم الكاميرا غتشوفوا هذيك الحاله بالفلوس في عنقو. اي اوكي بلاتي نكمل لكم. وكيشري ليه طوموبيل على حسب شنو طلب العريس، واش مطروش طوموبيل على حسب الحاله الماديه ديال الاب ديال العروسه. هنايا راه دالها هي كتشوفوا فيها طوموبيل ديال سويفت سوزوكي ماروتي. عرفتها راه معروفه ديك الطوموبيل ديال سويفت سوزوكي في البيض هدالي. زعما انا ما عجبتنيش هاد التقاليد اللي هنايا، انا ما عجبتنيش. كاين شي حوايج زوينين وشي حوايج انا ما عجبونيش بحال الشكل. هي ديك السلسله اللي قلت لكم عامر غير فلوس، خيط وعامر غير فلوس. قلت لكم انا كما قلت لكم من قبل كاين شي حوايج ما عجبونيش هنايا في الهند، وكاين شي حوايج ما عجبوني. وداك كيبقى تقاليد ديال الهند بحال التقاليد ديالنا شي المغرب. حنا لا، حنا الراجل عليه الدار وعليه المهر وعليه الشقه وعليه كلشي. الهرجه غير كتمشي. ايوا راه زوينه بحال هكا التقليد ديالنا، انا كنعتبرهم زوين متابعين السنه. واحد العرس كنت غنمشي ليه من بعد في واحد المدينه ديال واحد الراجل خدام في داكشي لاباس عليه شويه. تزوج وحده هنديه من هنا، هو عايش في الامارات، وكان قال لهم هذا الشرط. كان قال العروسه وبين العريس ما يعطوني حتى شي حاجه، صافي انا اللي غادي نتزوج بها، انا اللي غنقوم بها كلشي، ما غادي يعطيني بها العروسه والو. هو ما بغاش، قالت لي ولا عطاك بحال هكا شي هديه ولا شي كادو غير خذو. قال لهم لا، انا ما غناخذ حتى شي حاجه، صافي انا لا نعطي كلشي. وكما قلت لكم من قبل، منين كيعطي هادشي كامل والعريس كيعطي بزاف بحال هكا، موت العروسه منين كتحشم موت العريسه حقا منين كتحشم حتى هي كتشري لها الذهب الزايد. هنايا في الهند معروفين عندهم هوس ديال الذهب. عرفتي كل امراه هنديه عرفتي شحال كتلقى عندها ديال الذهب. ايوا هنايا كما قلت لكم من قبل كاينين البوفي ديال الرجال. هنايا داكشي ديال السناكس، داكشي ديال الخفيف، داكشي ديال بحال البطاطا فريت بحال التشاومين وداكشي خفيف. انا نوريكم دابا، غندير لكم هنايا واحد جوله قصيره لا صغيره. سمحوا لي راه كنت حيت مود ما درتش المونتاج. ملي ما كديريش مده المونتاج بحال درتيها اول مره، غير سمحوا لي. وتا التصوير ما زوينش بزاف حيت انا ما ديتش الكاميرا، نسيت الكاميرا. هذا هو السناكس اللي قلت لكم، بحال هكا كيديروا فيه بحال هذاك بوري، بحال هذاك الخبز الصغير اللي كيكون وكيهرسوه وكيديروا فيه العدس وكتاكلوا. وهنايا بطاطا فريت الحاره والعاديه. وعاد كاين هنايا حداها تشاومين. داك التشاومين بحال شكل كاين قلت لكم من قبل هذاك الاندومي كيكونوا بالخضره حارين، كيديروا الحار
نشتريها في الفيلاجات. كما قلت لكم من قبل ما ديش الكاميرا، وبحال هكا ملي كيكون شي حفله د العرس ولا شي مناسبه كتكون كافلي كيكون حسن الكاميرا، اما كنسى ما كنشارجيهاش. وهكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا. نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. الله حافظ.